نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء لو لم تمسس نار، نور على نور. صدق الله العلي العظيم. وقال عز من قال: بسم الله الرحمن الرحيم: من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض كأنما قتل الناس جميعا. صدق الله العلي العظيم. باسم جميع عشائر محافظة واصل، وباسم إمارة ربيعة، وباسم قبيلة العايد وقبيلة بن الجار، نعزي أخواننا الكرام قبيلة آل الدير، وبالخصوص بنت آل بخرف الشيوخ المحترمين، عظم الله تعالى أجورنا وأجوركم بمصاب وفاجعة ألمت بنا في محافظة واصل، حيث قتلنا 2 من النساء اللواتي ينتمين إلى قبيلة طيبة وإلى عرق مبارك وإلى عشيرة محترمة في ذلك الصباح الذي أفجعنا بالتصرف الغير مسؤول والتصرف الفردي الذي ينم عن حماقة وقلة إدراك وقلة معرفة واستهتار بأرواح الناس. وذلك لا يمثل قبيلة آل عايد، تلك القبيلة الغنية عن التعريف باحترامها وسلوكياتها والتزامها بالقوانين والضبط العرفي، ولهم في المجتمع علاقات طيبة مع قبيلة آل الدير. من آل عقلة رأس الهرم من الفراعنة وصولا إلى أصغر شيخ من عشائر آل الدير، هم كرحيق الأزهار المتجانس. عبرهم وتصرفاتهم الحقيقية تسكن النفوس، والتزامهم بالقواعد العرفية في محافظة واصل، ومشاركتهم لإخوانهم الجالسين من أبناء العشائر الآن اللي جالسة في ضيافة ابن خلف، هم يمثلون آل الدير الحقيقة. وأنا أفتخر حينما أتكلم عن شيوخ آل الدير في محافظة واصل. آل الدير في واصل طيب واصل جدا ومكون أساسي من مكونات المحافظة، ولا شك أنه تحدث خلافات وحالات الدهس وحالات الشجار وحالات القتل الغير مقنن والغير منضبط، ولكن احنا اليوم موجود سيدنا أبو مصطفى سيد مؤيد اللي يمثل حقيقة يمثل الجميع، وإن شاء الله حضوره في كل المحافل يمثل. فجايين أولا لتقديم التعازي، وثانيا لتطيب خاطر كل بديري أخذ والتبس وأخذ في خاطره شيء عن قضية لربما لم يدركها أو لم يستمع بها بشكل نصي. ذلك هو تصرف فردي، والمجرم الآن مطارد وتحت قصيلة القانون، وأنا المتحدث مسؤول لجنة أمن العشائر، وإن شاء الله قائد الشرطة والسادة الضباط ومديرية شؤون العشائر في مطاردة هذا الشخص، ونتمنى ينال جزاء العادل. ولكن آل عايد بعيدين كل البعد عن هاي التصرفات، وأبو عزامي يمثلنا كل احنا، وشيخ سالم يمثلنا كل احنا، ولا شك انه جميع اماكن العراق من اسلاف وقرى تذكر مجتمعنا بالطيب حينما تذكر تلك المنظومه العرفيه الرائعه التي امضيتم عليها جميعا. العقوه هي باسم شيخ الزرقان الشيخ ابن مهدي العلي الناحي، ولا شك ان الجميع عندهم علم بالقضيه، وان شاء الله هاي الجلسه هي الفصل في الخطاب، سيعطى كل ذي حق حقه، وستعطى الديات ان شاء الله ببركه محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورخصة إخواني أصحاب الفضيلة السماحة الوجاهة السادة الشيوخ وقبلنا جميعا قدام الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ورخصة سيد مؤيد، والسيد اللي قدمه هو مو قاصر الحمد لله، بس احنا لله. اللهم صل على محمد وآل